ازيكم حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هنعمل مع بعض الميني كايزر زي ما انتوا شايفين كده عشان المدارس ونوفر في البيت. طلع طري ما شاء الله وهش وجميل، وكمان حاطين فيه حاجات مغذية للأطفال. زي ما انتوا عارفين لازم نغذيهم. هنحط معلقة خميرة ومعلقتين سكر، ذرة ملح، وهنحط بيكنج باودر، كيس بيكنج باودر، معلقة خل، وهنا 3 معالق زبدة، وهنحط 2.5 كوب لبن. انا حبيت النهاردة اعجنه باللبن مش بالمية عشان يكون مفيد للولاد، لكن لو انت حابة تعمليه بمية بدل اللبن مية وتحطي معلقتين لبن بودرة. طبعا كل واحد على حسب الدقيق بيظبط اللبن او المية بتاعته. طبعا هنا بقى عجنه عجنة كويسة قوي زي ما انتوا شايفين، مش اقل من 10 دقايق. هفضل اعجن فيه كده لحد ما العجينة تبقى طرية في ايدي. وهنا هحط بقى نقطة زيت في الطبق زي ما انتوا شايفين، وبرضه هحط شوية زيت صغيرين على وش العجينة، وهغطيها واسيبها نص ساعة. بعد نص ساعة هنبدأ ان احنا نشكلها بقى. طبعا عشان انا هعمله صغير زي ما انتوا شايفين بقى كده، هقفلها كويس وهبدأ ارص بقى هنا في الصينية. وطبعا زي ما انتوا عارفين نسيب مسافات عشان هو برضو حجمه هيتضاعف. وطبعا انت بقى لو حابة تدهني الوش بأي حاجة، لكن انا دهنت بلبن ورشيت سمسم. يا رب وصفتي النهاردة تكون عجبتكم، وما تنسوش يا جماعة لايك وشير ودعم للقناة زي ما انتوا شايفين كده. وهسيبه برضو نص ساعة يخمر. سلام عليكم.